شهر رمضان المبارك. يا رب إن شاء الله يكون في هذا الشهر الكريم نحاول إن احنا نضع بعض من الحلول السريعة لنستطع أن نخرج من هذا، أنا مش هقول عليه النفق المظلم، وأشرت ليه النهاردة على فكرة في صباح الخير النهاردة في يوم جديد، أنا بقول عليه النفق الضيق بعض الشيء. إن شاء الله هنمر بسلام، بس طول ما احنا إيدنا في إيد بعض. يعني اللي عايزة أقوله إن جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات المصرية، ما دام أنا قلت الهندسة والكهرباء، إحنا عانينا الأمرين للأسف الشديد في الفترة الأخيرة بالأخص طبعا، وفي عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي، أيا كان أسباب، كان انقطاع التيار الكهربائي أو انقطاع المياه، وترتيبا على ذلك بمشكلات كثيرة للأسف كنا بنعاني منها. في إطار فقراتنا المعتادة مشاهدينا الكرام، فقرة مستقبلنا، هنحاول ان احنا نقرب من جمعية من ضمن الجمعيات هي خاصة بمهندسي الكهرباء والإلكترونيات المصرية، وبيحاولوا انه يعملوا عملية ربط الصناعة بالتعليم عشان يحاولوا يساهموا أو يشاركوا في تطوير الوضع ليس المصري فقط ولكن الوضع العربي عموما. خلونا نقرب من ضيفتنا العزيزة الدكتورة إيناس ياسين. أهلا بيكي وكل سنة وانتي طيبة. طيبة. طبعا أحب أوضح أن الدكتورة إيناس ياسين هي طبعا خريجة كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأيضا طبعا في إطار موضوعنا الحالي مدير العلاقات العامة ليوم الهندسة المصري. طيب ما دام قلت يوم الهندسة المصري، تحبي نبتدي بالجمعية ولا اليوم؟ أعتقد الجمعية، لأن الجمعية هي اللي أقامت هذا الحدث. بالظبط كده. كلميني الأول على يعني جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات هي الجمعية دي هي اسمها IEEE، هي موجودة بقالها من زمان قوي. تمام. هي عالمية، موجودة، السنتر بتاعها موجود في أمريكا. وفي كل منطقة من المناطق بيبقى ليها سكشن، أو يعني هي متقسمة ريجنز، مسافات. مثلا في أمريكا فيها 6 ريجنز، وأوروبا وأفريقيا وكندا السابع، أوروبا وأفريقيا وميدل إيست الثامن، والتاسع أمريكا اللاتينية، والعاشر آسيا. تمام. أو الشرق، يعني الشرق الأقصى يعني. فكل ريجن من دول بيبقى فيها زي مجموعه سكشنز او مجموعه سكاشن، كويس، لكل بلد او كل بلدين مع بعض، او ممكن يبقى في بلد فيها كذا سكشن. جميل. كويس. فاحنا هنا بقى IEEE ايجيبت. كويس. احنا المفروض ان هي اصلا هندسه الكترونيه، بس هي دلوقتي واخد فيها كل حاجات. يعني حضرتك هتلاقي ناس مثلا في زي اكتيفيتيز لكماس كوميونيكيشن او اعلام، وحضرتك هتلاقي اكتيفيتيز اديوكيشن، انشطه خاصه بوسائل الاتصال والتواصل الاعلامي. بالظبط. والتعليم. وحضرتك هتلاقي بقى هندسه طبيه وهندسه الكترونيات، وحضرتك هتلاقي اللي هي روبوتكس وميكانيكا الالكترونيات بقى. بالظبط كده. فحضرتك هتلاقي يعني ليها اكتيفيتيز كتير اكتر منها الكترونيات بس. يعني هي بدات علينا الكترونيات، لكن هي دلوقتي يعني جمعيه مهندسي الكهرباء والالكترونيات المصريه ده على الوجه الاشمل. تمام. الوجه الاخص بقى تفصيلا هو يوم الهندسه المصري. تمام. هذا الحدث واضح من ان هو مشار اليه بمدى اهميته بعمليه ربط الصناعه بالتعليم. مهم قوي تكلميني كيف يعني نقدر ان احنا نساهم من خلال هذا الحدث او هذا اليوم بالاخص طبعا بتطوير المنتج المصري والعربي، خاصه ان احنا النهارده مش النهارده بس، احنا بقالنا فتره وهنفضل فتره بنتكلم على تطوير الاوضاع الاقتصاديه في مصرنا الحبيبه في الوطن العربي عموما. تمام. هي الفكره انه في التعليم عموما، بما ان انا دكتوره في الجامعه في اكاديميه يعني، فالفكره ان في سنه رابعه مثلا، او عموما هم ماشيين، وخصوصا في سنه رابعه بيبقى في زي مشاريع كويس كل الطلبه بيقدموها. بس هي المشاريع لغايه دلوقتي مش كلها، بس الى حد كبير فكرتها دلوقتي ان احنا عايزين نعمل مشروع عشان نتخرج. احنا عايزين اكشولي نستفيد من المشروع ده، ان احنا نعمل مشروع نحل بيه مشكله ونتخرج برضه. كويس. او نساهم في حل مشكله، مش هحل مشكله كامله، بس ممكن اعمل حاجه صغيره حد تاني يبني عليها ورايا، او حد كان يكون محتاجها يقوم يستفيد بيها في المشروع بتاعه. نعم. تمام.
فدي بتطلع في كذا طريقه، ان احنا مبدئيا نعرض المشاريع اللي موجوده كويس كل سنه، وبتيجي الناس تقول والله ده حلو قوي كويس، او لا لو زودتوا عليه كذا يبقى حلو قوي، او ممكن اخد دي واستعملها في المنتج الفلاني او في الابلكيشن الفلاني او في كده تطبيقاته يعني. بالظبط كده. وكمان ده من خلال اللي هو الاي اي دي او يوم الهندسه المصري ايجيبشن انجينيرنج دي. تمام. كويس، دي واحده من الحاجات ان احنا يبقى عندنا زي بروجكتس الناس تيجي تقدمها والناس تيجي تبص عليها. طب هل في شروط ومقاييس معينه لتقديم لهذه المسابقات؟ هي في مبدئيا اطار طبعا الايجيبشن انجينيرنج دي. تمام. هو حضرتك احنا عندنا 3 مسابقات، الايجيبشن انجينيرنج دي مسابقه منهم. لازم يكون المشروع ده مشروع تخرج كويس كده، ويكون بداية يعني بداية بالظبط. ما ينفعش مثلا سنه ثالثه سنه ثانيه او اي حد من بره، لازم يكون خلاص هندسه وبيخرج في مشروع التخرج بتاعه كويس كده، ويكون طبعا في التخصصات اللي احنا عموما احنا معظم التخصصات مغطيينها. بس في التخصصات اللي احنا عارضينها يعني. طيب هل احيانا في بعض الاحيان بيحصل تعارض ما بين اهداف الصناعه، نتكلم على الصناعه المصريه، وبين خريجي كليه الهندسه، وفي اطار اللي انتم بتتكلموا عنه في هذا الحدث اللي هو يوم الهندسه المصري، حصل تعارض؟ لا، المفروض ما فيش تعارض كويس. المفروض ان يعني انا يا اما عاجبني مثلا بالظبط يعني حاجه حلوه انا هستعملها، او حاجه مش حلوه خلاص كويس كده. فانا بالعكس المفروض ان انا بساعد الصناعه، او مش بساعدهم، بعمل ربط بس. بتعملوا بوصل الناس دي ببعض. بتعملوا ايه؟ ان انا اجيب الطلبه يبقوا موجودين، واجيب الجهات الصناعيه تبقى موجوده. بيحصل فعلا تعاون؟ وبيحصل تعاون. يعني مثلا لو حضرتك بصيتي على احصائيات هتلاقي مثلا السنه اللي فاتت او السنين اللي قبل كده، السنه اللي فاتت بالذات مثلا كان في 9 مشاريع، في شركات جت عملت لهم انكيبيشن او احتضنتهم. بتبقى في شركات بتيجي تقول تاخد طلبه تشغلهم كويس، بتبقى في شركات بتيجي تشتري مشاريع. فكل الوسائل دي، او مثلا تديهم سام تايب اوف شويه فلوس او شويه يعني تدعمهم كويس كده، ويبقى في حقوق ملكيه بينهم وبين بعض. نعم كويس. فده احنا بس اللي بنعمله ان احنا الطلبه اللي في الجامعات لوحدهم دول، والصناعه الشركات الصناعيه اللي قاعده لوحدها في الجنب الثاني، احنا بس بنجيب مكان ان هم الاثنين موجودين فيه مع بعض عشان يعني يتكلموا، مكان للتلاقي ما بينهم عشان كده. يتبادلوا بالظبط كده. يعني اوجه الاستفاده في الخبرات وفي الافكار المطروحه على المستوى الهندسي طبعا. يعني طيب يعني برضو انا عايزه اقول هي الجمعيه الاول انشئت جمعيه المهندسي الكهرباء والالكترونيات المصريه تقريبا من حوالي 100 وشويه سنه. دي يعني بره يعني على المستوى الدولي يعني بالظبط كده، على المستوى الدولي. يوم الهندسه المصري برضو تعرفي مثلا بقاله قد ايه هذا الحدث؟ دي سنه رقم 13 ليه السنه دي ان شاء الله، اللي هيبقى في اغسطس الجاي. جميل جدا. 26 27 اغسطس. يعني قولي لي مثلا يعني بدايه انتوا يعني 1 2 3 يعني دايما بيبقى مع هذا اليوم بيبقى فيه ترتيبات وفي خطوات تنظيميه وتخطيطيه ان هذا اليوم او هذا الحدث في اليوم المذكور ليه اللي هو يوم الهندسه المصري يكون يوم مشهود له بالنجاح. ايه بقى اللي بتعملوه؟ يعني كلمي معانا كده. هو احنا الحقيقه مجموعه من الفالنتيرز او المتطوعين. كويس، يعني ما بين طلبه وما بين بروفيشنالز او بنشتغل. كلمه متطوعين يعني الدعم ذاتي هو احنا NGO اللي هي جمعيه غير هادفه للربح. ده بدايه. بالظبط كده. كويس. فاحنا كلنا يعني كل واحد فينا بيعمل حاجه ثانيه، يعني مش هي دي مش شغلتنا. كويس. ولكن احنا لايماننا بالموضوع ده، فكل واحد بيفضي شويه وقت من عنده بس نبتدي ننظم. فاحنا كل سنه بنبتدي تقريبا من شهر يناير فبراير مثلا كويس، نبتدي نجمع المجموعات ونقسم الفرق. فرق العمل كلها. كويس، بحيث ان هي تبتدي تنظم. يعني حضرتك هتلاقي مثلا فرقه مسؤوله زي كده اللي هي البابليك ريليشنز او العلاقات العامه، حضرتك تلاقي فرقه مسؤوله عن ان هي الناس اللي بتسجل للمشاريع. جدا العلاقات العامه في اي مجال كان يعني أكيد. لو اتكلمنا على مستوى الهندسي او المستوى يعني هذا الحدث وهذه الجمعيه، قولي لي ايه خطواتك التنظيميه في اطار تنظيم العلاقات؟ هو طبعا انا ببص في كذا، بنبص احنا في كذا اتجاه، يعني في اتجاه طبعا الميديا والبريس او الاذاعه والتلفزيون والحاجات دي والصحافه. ده مهم ان احنا نحاول نجيب نعمل انتشار بس وبالظبط، ونقول للناس ان احنا يعني احنا في حدث زي كده، هو الحدث كبير جدا بس مش الناس كلها عارفاه. كويس. فده اتجاه تاني ان احنا نكلم الجهات الصناعيه، نقول لها يا جماعه برضو تعالوا بصوا شوفوا يمكن في حاجه تعجبكم. كويس.
بصي انا دايما عارفه يا دكتوره ايناس، يعني بحاول جاهده ان انا اضع نفسي موضع يعني انا اولا واخيرا مواطنه مصريه، بضع نفسي موضع المتلقي المشاهد. يعني احنا بنتكلم في الكلام ده كله جمعيه مهندسي الكهرباء والالكترونيات المصريه ويوم الهندسه، كلام كبير، لكن ايه اوجه الاستفاده للمواطن العادي؟ ولا هي لنخبه خاصه؟ هي مش نخبه خاصه، هي الفكره كلها انا شايفه ان كلنا هنستفيد مش منه هو دلوقتي، من نتائجه بعدين. يعني احنا لما نربط ونطلع شويه حاجات والحاجات دي تشتغل وتقوم، كلنا هنستفيد بعد كده. نعم. لان هي الصناعه هي المستقبل. نعم. او ان احنا والابداع كمان، نعم. احنا نطور ونبدع ونتصل ببعض، هو ده اللي هيخلي فيه حاجه بعد كده تقوم ويبقى حاجه كويسه ولها معنى وتبقى بتاعتنا. طيب يعني في يعني لازم اعمل وقفه عندها دكتوره ايناس. المستقبل، بس خلينا قبل ما نقول فيوتشر سيتي، يعني مدينه المستقبل. طبعا احنا مش بنعلن عن اسمها كده، يعني من ضمن البروجكتس المسابقات اللي بتتقدم في ميد ان ايجيبت. اعتقد كلنا اول ما قلت ميد ان ايجيبت كلنا عملنا وقفه. يعني انا بحب المنتج المصري بتاعي وبشجعه، اكيد كلنا بنشجعه، بس للاسف الشديد طبعا حضرتك عارفه وبقالنا فترات ان احنا بنيجي نلاقي حاجه صناعه مصريه ستوب. يعني لا يبقى هي بيحصل عمليه ان احنا ايه، اخذ وعطا وشك في التشطيب في التقفيل ايا كان المنتج البرودكت. ايه رايك في الكلام ده، وخاصه ان انت عامله بروجكت من ضمن المسابقات ميد ان ايجيبت؟ كلميني عنه. هو ميد ان ايجيبت يبقى مختلف شويه عن المسابقه بتاعت الاي اي دي، لانه ده بيبتدي من الاول خالص. يعني من اول السنه الدراسيه للطلبه برضو المشاريع التخرج كويس، بيبتدوا يروحوا يقدموا يقولوا والله احنا عندنا الفكره الفلانيه عايزين نعملها، وبتيجي الشركات تقول احنا ممكن ندعم المشاريع دي، او احنا كشركه عايزين حد يعمل لنا الحته دي كويس، وتبتدي فبيبقى من اتجاهين كويس، وتبتدي ان تبقى في مسابقه كويس كده، وتيجي الطلبه دي تبتدي تاخد زي ورك شوبس كده، ورش عمل، ويبقى في زي نوع من انواع الدعم كل شويه. مهم جدا ورش العمل بالظبط. بين ورش عمل بانواع مختلفه، في حاجات تبقى مثلا تكنيكال او يعني تقنيه. ورش العمل يعني انتوا بتقولوا انتوا فالنس يعني متطوعين، يعني مش دي مكلفه؟ يعني كيف يتم التعاون معاكم، اوجه التعاون او الدعم علشان يحصل النتائج المرجوه منها اللي انتم بتاملوها؟ يعني تمام. هو بصي حضرتك، اولا مبدئيا عموما بالنسبه للاي دي عموما بتبقى في شركات عامله سبونسرنج او بتيجي رعاه بالظبط كده كويس، وبتبقى تحت طبعا رعايه وزاره الاتصالات، وتبقى في شويه ناس كتير بتيجي ترعى الايفنت ده. ده فعلا بيساعدنا كتير. نعم. طيب لو جينا مثلا اتكلمنا على مدينة المستقبل فيوتشر سيتي، مهمة قوي لان انت واضح انك بتحاولي يتم التعاون عن طريق المدارس، ويعني مش ما اكتفيتيش بس بطلاب كليات الهندسة او عموما على المستوى الجامعي، لكن كمان تحركتي بالنسبة للمدارس. كلميني فيها. هي الفكرة انه احنا بنحاول نطلع الانوفيشن في الاطفال، الابداع والابتكار في الاطفال، بتهيئوهم بالظبط كده. بالظبط كده. فده اللي بيحصل ان دي مسابقه برضو بتبقى على مستوى المدارس اعدادي. نعم. كويس كده. بيبقى بنقول له في لعبه اسمها سام سيتي، دي لعبه بيعملوا فيها ديزاين لمدن. نعم. كويس كده. فاللي بيحصل ان احنا بنطلع مشكله معينه، ليتس ساي عايزين مثلا نحل مشكله الزباله او مشكله الميه. كويس كده. فبنشوف بقى ازاي، طبعا على قد سنهم، بنشوف ازاي نعمل مدينه تكون مناسبه وتحل المشكله دي. كويس. وبيبقى في بقى خبراء، يعني في مهندسين موجودين بيعلموا الطلبه ويساعدوهم بحيث ان يبقى في زي سيستم او حاجه بيبنوا عليها تكون صح، مش بيبنوا خلاص يعني. نعم. فبياخدوا ورش العمل دي وبعد كده بيلعبوا اللعبه دي ويبتدوا يعملوا ديزاين للمدينه بتاعتهم، وعلى الاخر خالص يعني بالظبط التصميم. وبعد كده في الاخر خالص بيبتدوا يعملوا ماكت ليها، او طبعا لجزء منها بمواد ريسايكلبل، او اللي هي بتبقى مواد بتبقى يعني طوعيه للي هو بيعمله بس متوفره، يعني لا ريسايكلبل كمان، يعني ريسايكلبل اللي هي بتبقى تتقال ازاي،
زي ازازه ميه، حته كرتون، ما أنا مش بقول حاجات لك حاجات موجوده يعني بالظبط بطبيعه الحال بالظبط كده مستهلكه معانا ونقدر ان احنا كده. نستعملها. الفكره بقى ان احنا بنتنينا ماشيين مع الطلبه دي جروبات كتير ونبتدي من كل فتره لفتره نعمل مسابقه. مجموعات، هي كل مدرسه مثلا او كل مجموعه، يعني من نادي مثلا او مدرسه يبقى عندهم شويه طلبه، والطلبه دول معاهم المدرس بتاعهم ومعاهم المهندس بتاعنا. تمام كويس كده، وبيبقوا شغالين معاهم طول السنه، وعن كل شويه بنعمل زي كومبيتيشن ونطلع شويه ناس ويفضل شويه لغايه الاخر خالص، اخر كام اكبر احسن كام جروب بيجوا بقى يعرضوا المشاريع بتاعتهم في يوم الهندسه المصري، ونتيجه المسابقه بتعلن في يوم الهندسه المصري. يوم الهندسه المصري. طيب يعني اي بيبقى مش هقول بس فقط على مستوى المشروعات المقدمه من خلال يوم الهندسه المصري، هل مثلا كان في مواقف، اكثر المواقف كانت اكثر حسيتي ايجابيه وبناءه في اطار انك فعلا خرجتي بيها، انك قلتي في مشروع ابداعي على المستوى الهندسي والكهربائي بالاخص او الالكتروني وتم طرحه فعلا في البحث العلمي او ما شابه ذلك؟ لا، هو اقول لحضرتك حاجه ثانيه الطف. في مسابقه اسمها I2P او Idea to Product او فكره المشروع. تمام. كويس كده. الفكره انه دي بتبقى مسابقه برضو على يعني في الريجن بتاعتنا اللي هي اوروبا وافريقيا والميدل ايست والشرق الاوسط. بتبقى احسن مشروع كويس في مشروع من المشاريع بيسافروا للمسابقه دي. كويس. السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها احسن مشروع من يوم الهندسه المصري هو اللي كسب احسن مشروع هناك. جميل. اذا في تبادل ومنح تعليميه على المستوى اللي انتم بتقدموه بالنسبه للهندسه. ده حقيقي، لان المنح حتى باديه من ميد ان ايجيبت، من اي وقت، من وقت الشركه اللي جايه بتدعم، ومن وقت الورك شوبس اللي بياخدوها حتى طلبه المدارس في فيوتشر سيتي. فالدعم من الاول، يعني في حاجات دعم ليها من الاول، في حاجات انت اشرتي ان هذه الجمعيه هي على المستوى الدولي، يعني في الخارج قبلما ان تكون في الداخل. بالظبط كده. مظبوط. هل بيبقى في اوجه دعم على المستوى المادي؟ طبعا مش بتكلم عن مصر بس، على مختلف انحاء البلاد الاخرى. المفروض ده المفترض يعني بيبقى في رينج بيتم التعاون دعم كده. مادي. بيبقى مثلا لو احنا عايزين، يعني ده عموما لو احنا مثلا عايزين نعمل ايفنت وباسم الجمعيه دي بيبقى باسمها ده. هل في خبراء، هل في اساتذه وعلماء بيتم اشراف من قبلهم يعني على المستوى العام، المستوى الدولي؟ هقول لحضرتك، هو في الايفنت ده بالذات بيجوا الجمعيه مقرها الاساسي في امريكا. كويس كده. واحنا الريجن بتاعتنا هتبقى حضرتك تبقى في اوروبا. كويس كده. واحنا هنا الفرع بتاعنا في مصر. طبعا الاصل والبدايه هنا، يعني البدايه والنهايه يا رب دايما مفيش نهايه، النهايه دايما احنا بنخليها بدايه، صح كده؟ في القاهره او في مصرنا الحبيبه، بس في اوروبا طبعا عشان نوسع عمليه الانتشار مش اكتر وفكرنا. طب انا عايزه، انت قلتي ميد ان ايجيبت، عايزه تقولي حاجه قبل ما تنسيها؟ عايزه اقول حاجه. هو الفكره كمان قصه العالميه دي، ان السنه دي هنقوم كومبيتيشن، مسابقه جديده اسمها انترناشونال كومبيتيشن. هو الفكره ان السنه اللي قبل اللي فاتت جاء مشروع من الاردن. السنه اللي فاتت جاء مشاريع من المغرب ومن تونس ومن الاردن ومن كذا ولبنان وكذا دوله عربيه. وحصلت استفاده فعلا. فالسنه دي عملنا لهم مسابقه مخصوص، بحيث ان احنا كنا بادينها ان هي عرب كومبيتيشن بما ان الوطن عربي، بس الموضوع كبر شويه فسميناها انترناشونال كومبيتيشن. لان في مش هيكبر علينا يعني. ان شاء الله يا رب، احنا عايزين يكبر ان شاء الله. هو يكبر بينا ولينا ان شاء الله. ان شاء الله ما يكبرش علينا. قصدي ان هو وسع، يعني بقى فيه مش العرب بس، بقى فيه على مستوى على مستوى الكهرباء، يعني في حاجه جديده طلعتوا بيها اضافه بحيث نستفيد على المستوى الكهرباء يعني؟ والله انا طبيه. انت طبيه. جميل جدا، مالناش علاقه. طيب عايزه تقولي ايه على مستوى ميد ان ايجيبت المنتج، يعني ان احنا بنشجع، يعني في الاول وفي الاخر بنشجع، لكن انت تنصحي بايه من خلال احتكاكك الفعلي بقى في الموضوع؟ هو انا طبعا النصيحه انه واحد، المشروع يبقى فكرته فعلا محتاجينها. 2 انه الفينيشنج ده مهم قوي، ان واحد فعلا احنا بنعرف نشتغل كويس قوي. نعم. كويس، بس بنشتغل وفي الاخر بنيجي نتعب فما نقفلش صح. ففي بتلاقي الواحد الحاجه في الاخر ممكن يبقى شكلها مش حلو. فبتهيألي لما الحاجه تتقفل كويس، ساعات كتير بتبقى الحاجه تقفلها كويس قوي، مع ان يعني العقليه الجباره هي هنا
ده علمائنا حقيقي. واساتذتنا وخبرائنا، بس للاسف الشديد اللي بيجي يطبق الكلام ويجي بقى الضمير. احنا بتكلم دايما الضمير الواعي ده مهم جدا، كانك بتحمل سيف بالظبط، يعني يا كده يا كده. يعني نتمنى ان شاء الله ان احنا كلنا، بتهيالي في صحوه صح الله. بعد غفوة. إن شاء الله خير. وبتوجه بكل التقدير والشكر للدكتورة إيناس ياسين مدير العلاقات العامة ليوم الهندسة المصري. شكرا ليكي وكل سنة وانت طيبة مرة تانية. مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد، لسه كما اعتدنا معاكم في برنامجكم شباب في شباب، في ثاني فقراتنا بتبقى بعنوان نقطة تحول، وهيكون معاكم إن شاء الله زميلي أحمد عادل، وضيفتنا اللي هتشرفنا معاه الدكتورة إيمان عاطف، روائية وقصة، وهتتكلم عن طبعا روايتها اللي تحت الطبع إن شاء الله من دار بيت الياسمين بعنوان أرواح معلقة. ودايما إن شاء الله أكون معكم، مع تحياتي عبير عبد الله.